اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. اليومين دول في توترات كتيرة في الاسواق العالمية والمحلية. الحروب من حوالينا في كل مكان. في توترات جيوسياسية بتحاصرنا من كل جهة، والحاج ترامب عمال يخبط في الناس كلها، خصوصا في الشرق الاوسط وقضية فلسطين. وفي وسط ده كله مصر بتحاول تتعايش وتضبط اسعار السلع والتضخم في السوق المحلي. في شوية تنبيهات وتحذيرات في الفيديو ده، ركز معايا للاخر. الاول ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، تشير الفيديو علشان الكل يستفاد. انا رامي نبيل من قناة المستشار المالي. الحكومة بتحاول تعمل إصلاحات اقتصادية وبتحاول تحافظ على أسعار السلع في السوق. وفي نفس الوقت برضه إحنا كل واحد بيحاول يحافظ على مدخراته، وبيحاول يعلي مستوى دخله ويعدد مصادر دخله. وأكتر مصدر دخل سهل وأمان هو البنك. أي واحد معاه قرشين بيحطهم في البنك، بيعمل شهادة بعائد شهري علشان تساعده على المعيشة مع المرتب اللي ما عادش جاب همه أصلا في وسط الغلا والأسعار اللي إحنا فيها دي. وبناء عليه البنك المركزي بيدرس في السوق وبيحاول يضبط معدلات التضخم، وبيحارب الركود الاقتصادي اللي في السوق علشان الدنيا تمشي شويه. فالبنك المركزي بيفكر يقلل معدلات الفايده، لان معظم التجار دلوقتي بتصفي نص شغلها وتحطه في البنك بفايده بتوصل لحد 30%. ودي فايده عمره ما بيوصل لها في تجارته بعد تعب طول السنه ودفع ايجار للمكان اللي هو فيه ودفع اجور عمال وضرايب وحاجات كتيره كده، ما بيوصلش للفايده دي. فبيريح دماغه ويحط فلوسه في البنك وياخد ايه؟ عائد مضمون. وده عمل مشكله في السوق، عمل ركود وزود معدلات البطاله في السوق. فخلي بالكوا اللي حاطط فلوسه في حساب يوم بيوم او حساب توفير وبياخد فايده مثلا من 15 ل 20% مقابل ان فلوسه مش متجمده ويقدر يسحبها في اي وقت، خلي بالك الفايده دي ممكن تقع في اي وقت. فالحق روح حط الفلوس دي في شهاده 23.5% لمده سنه، هتديك عائد شهري كويس ومحترم. وفي نفس الوقت برضو مش هتجمد فلوسك مده طويله، هي مدتها سنه. او لو انت مش محتاج عائد شهري ممكن تحط فلوسك في شهاده 27% لمده سنه، يبقى ضمنت فلوسك بتاخد عائد كبير لمده سنه قدام. لو انت عملت شهاده النهارده بكره الفايده اتلغت، انت مالكش دعوه، انت بتاخد 27%. واللي شهاداته لسه خلصانه او بايع شقه او حته ارض وحاطط فلوسه في حساب جاري مستند يشوف الدنيا رايحه على فين، بقول لك يا صديقي الحق بكره الصبح روح البنك اعمل شهادات والحق الفايده الموجوده دلوقتي علشان مش هتلاقيها كمان شويه. ولو انت مشترك على برنامج البنك تقدر تخش على برنامج البنك على موبايلك دلوقتي تشتري شهادات دلوقتي حالا، علشان الشهادات قربت تتلغي. البنك لما هيقلل الفايده تبقى في مصلحه التجار، والسوق هيبتدي يشتغل وينتعش وهيبتدوا يبيعوا ويشتروا زي الاول تاني ويكسبوا. بس رجاء من التجار ما ترجعش تزود الاسعار تاني وتغلي الدنيا، علشان البنك ما يضطرش يرجع يلم السيوله من السوق والدنيا يحصل فيها ركود تاني وما تعرفش تبيع ولا تشتري تاني. لكن الموظف او اللي على المعاش وحاطط قرشين في البنك بيساعدوه على المعيشه والعائد والراتب الشهري بتاعه، يلحق ينزل يعمل الشهاده بسرعه، لان الشهادات هتتلغي والفايده هتقع. بكده النهارده اكون عرفتكم البنك بيفكر ازاي والفايده رايحه فين والدنيا يحصل فيها ايه. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناه، تشار الفيديو علشان الكل يستفاد. شكرا لحضراتكم، اشوفكم بخير.